فنزيتي وحشتوني قوي. النهارده عملنا مع بعض بيتزا سهله قوي. الناس عشاق الاندومي يجونا. احنا بنعمل الاندومي عشان سهل وسلس، لا احنا هنعمل حاجه اسهل منها وفي نفس الوقت فيه مكونات صحيه. معانا بوله حطينا فيها بيضايه ونزلنا عليها بكوبايه دقيق. معانا كوبايه لبن. هنبتدي الاول نعمل تناسق كده ما بين الدقيق والبيضه، وننزل كوبايه اللبن واحده واحده، مش هندلقها مره واحده عشان نتحكم في العجينه معانا. نلم الحروف كده ونفضل نقلب فيها كويس عشان ما تكلكعش مننا، ومش هتكلكع وهتبقى سهلة وجميلة. أحلى بيتزا وأسهل بيتزا. معانا معلقة بيكنج باودر، مش بعرف أقولها قوي بس حلوة وسهلة وجميلة تعجبيكم. بصوا يا جماعة، حلوة وسهلة وجميلة. طبعا احنا معانا ايه، نفضل نقلب فيها كده كويس، وهنبقى مولعين على طاسة فيها حبة زيت صغيرين، وهنسيبها ايه لحد ما تسخن كويس. هنكون احنا خلينا العجينة تتناسق مع بعض. ما ننساش بقى نلم الحروف بالطريقة دي ونحط لها حبة ملح وفلفل. العجينة خفيفة معانا، نقلب كويس ملح وفلفل مع بعض. نبتدي بقى ايه، نقلب كده كويس خفيفة، نحط حبة دقيق صغننين. هنقلب تاني. سمك العجينة لا يبقى خفيف ولا يبقى تقيل، متناسق كده وجميل وسلس. بصوا القمر خلاص ابتدت ايه العجينة تبقى جاهزة معانا بالطريقة دي. حلوة سهلة جميلة، بيتزا 10 دقايق. خلاص احنا كده حطينا حاجة فيها زيت وسيبناها، وبنجهز الخليط اللي هيتحط من فوق. معانا جبنة، معانا اي نوع جبنة احنا بنحبه اللي هو السايح، ومعانا طماطم متقطعة طرنشات، معانا فلفل حراق، الناس اللي بتحبش فلفل ما تحطش فلفل ممكن نبدله بفلفل رومي. معانا لحمة متعصجة. هنبتدي نقلب الخليط كده على بعضه. طبعا هيبقى دلع، فاحنا ممكن نعمل ايه بقى، نضيف برضو هنا حبة ملح صغيرين وحبة فلفل اسود، ونقلب كويس كده الخليط. معانا هنا الطاسة بننزل عليها بالعجينة بتاعتنا. بصوا بصوا التناسق بتاعها خفيف وحلو، لا تقيل ولا خفيف، مظبوط. وهنفضل سايبينها كده شوية. هنحرك الطاسة شمال ويمين عشان خاطر كلها ايه تتناسق، تبقى ايه عشان تطلع لنا سمك واحد. البيتزا دي ما خدتش مني 10 دقايق، المكونات اللي موجودة في البيت خدت مني لون. رحت قلبها على الناحية التانية، حطيت الخليط ورحت مغطية عليها. خلصت البيتزا جميلة، هشة، حلوة قوي. ما خدتش وقت، ما سيبناهاش العجينة تخمر ومش عارفة نفردها، وممكن تطلع تخينة ممكن تطلع رفيعة والكلام ده كله، لأ. الناس عشاق الاندومي يجونا هنا. بيتزا سهلة قوي، ما تنسوش تتابعوني، بحبكم قوي. باي باي.